يا قروبة منك ليها جبتلك فكرة عبقرية، فكرة جميلة جدا، فكرة أول مرة هتشوفيها على اليوتيوب. النهاردة جبتلك فكرة لو عندك شراب ومسطرة، شراب فيليه اللي زي ما انت شايفة كده، الشراب الفيليه. لو عندك شراب فيليه قديم وعندك مسطرة حديد زي دي كده، المسطرة الجميلة دي. لو عندك منها أي مقاس، أنا عندي المقاس المتوسط، حوالي 30 أو 40 سنتي. بس مش مشكلة، انت لو عندك المقاس الكبير برضو مش مشكلة. هنحطها كده في الشراب زي ما انت شايفة كده. هنحط المسطرة في الشراب، وكمان هتيجي معايا كده، تعالي اقولك على فكرتها العبقرية. هتريحك طول السنة، مش هتتعبي ولا اي حاجة وهترتاحي، وفكرة جهنمية. زي ما انت شايفه كده، بيبقى تحت البوفيه او سوري الجزامه مثلا، بيبقى تحتها برضو، مش هتقدري، ما بتقدريش تحركيها من مكانها. مش هتقدري تنضفي تحتها. زي ما انت شايفه كده، دخلت الشراب بالمسطره تحت البتاعه دي اللي هو البوفيه، وكمان طلع لي، بصي طلع زي ما انتم شايفين كده، طلع كميه التراب ده والحاجات دي. فانا لميتها وهحطها طبعا في الجاروف علشان المها. زي ما انتم شايفين كده، ممكن تعمليها في كل، تحت السرير، تحت الدولاب، تحت الكومودينو، الحاجات اللي انت مش قادره تشيليها. ممكن تحطي الشراب والمسطره تحتهم، وهيلمولك كل التراب اللي موجود تحت الحاجه التقيله اللي انت مش عارفه تنقليها من مكانها. آه، يا ريت طبعا لو الفيديو عجبك ما تنسيش تضغطي لي لايك واشتراك، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله. مع السلامة.